في بيت بسيط، فوزية قاعدة على الكنبة وبتتكلم مع ابنها حاتم. فوزية ببرود: قولي يا ابني، ايه عايز تتجوز خلاص وتسيبني؟ البنت اللي عايز تتجوزها ديت زي البنات بتوع اليومين دول، ما بيعرفوش يصونوا، ما لهمش امان، يتجوزوا من هنا شهر واتنين وعاوزين يتطلقوا ويعيشوا بالحرية بتاعتهم، ويتجوزوا كمان ويخلوا رجالتهم يقسوا على امهم. حاتم بتقول: يا ماما ما تكبريش الموضوع كده، ده بنت محترمة جدا وانا ناوي اتقدم لها رسمي وخلاص، هي جاهزة وانا جاهز. فوزية بحدية وبتشرب الشاي: محترمة؟ محترمة عشان ضحكت لك وقالت لك صباح الخير بطريقة حلوة؟ يا ابني، يا ابني اسمع كلامي، او دخلت حياتك هتسرقك مني. حاتم بتنهيده: يا ماما انا مش طفل على فكرة، كل الناس بتتجوز عادي، مفيش ام بتعمل اللي انتي بتعمليه ده. فوزي بعصبية: بس انا مش زي اي حد يا حبيبي، انا تعبت وسهرت، انت نسيت وقفتي جنبك لما ابوك مات؟ نسيت مين اللي كان بياكل اللقمة الصغيرة ويديك اللقمة الكبيرة؟ نسيت تعبي معاك؟ حاتم بيحاول يهديها: مش ناسي يا ست الكل. فوزية قطعته: بس لا، البت دي هتخطفك مني، هتخاف عليك زي ما انا بخاف عليك، هتقعد جنبك لما تكون تعبان، مش هسمح لواحدة ابدا تتحكم فيك يا ابني. حاتم بصوت واطي: فاهم يا ماما، محدش هيتحكم فيا، هي فعلا هتكون تحت طوعك انتي، وانا يعني اللي انتي هتقوليه انا هسمعه على طول. فوزية بتبتسم ابتسامة خبيثة وبتوطي صوتها: اهو كده يا ابني، اسمع كلام امك، وانا هخلي الدنيا تمشي كده على مزاجك. الست لما تدخل بيتك لازم تعرف انك راجل وسيد الرجالة، وانك ما تتهاونش معاها ابدا. حاتم بيهز براسه بالموافقة ويبان عليه الخضوع، لكن من جواه مش موافق ابدا. بعد شهر حاتم اتجوز. في يوم خلود بابتسامة: اهلا، ازيك يا طنط، نورتينا. فوزية بابتسامة باردة: ده نورك يا حبيبتي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، البيت ناقصه حاجة، فين ريحة الاكل، فين ريحة الطبيخ، ايه ده المطبخ ملوش ريحة؟ خلود بهدوء: ما انا كنت لسه هبدأ في الغدا دلوقتي. فوزية بصوت فيه لمحة استنكار: دلوقتي؟ دلوقتي ازاي يا حبيبتي؟ ابني هيرجع من الشغل مش هيلاقي لقمة ياكلها، انتي لسه هتعملي الاكل؟ ده كان زمان بيرجع بيلاقي السفرة ايه مستنياه، وانا مستنية الضحكة بتاعته قبل اللقمة. خلود بتسكت وبتحاول تبتسم، بس في عينيها غيظ مكبوت. الباب بينفتح وبيدخل حاتم. حاتم باين عليه التعب: السلام عليكم، ازيك يا ماما، منورة، ازيك يا خلود، منورين يا جماعة. فوزية وبصوت عالي: وعليكم السلام يا حبيبي. انا جيت ولقيت مراتك لسه هتبدأ في الغدا، ليه؟ ايه اللي كان وراها طول النهار يعني؟ حاتم بيبص لخلود باستغراب: ايه ده يا خلود، هو ده اتفقنا؟ فين الاكل؟ الاكل لازم يكون جاهز قبل ما ارجع، ودي مش اول مره اقولك. خلود بهدوء: ما حصلش على فكره يا حاتم، انا مخلصه كل حاجه، ما فضلش غير المكرونه يعني، مش هتاخد دقايق. فوزيه قطعتها في الكلام: ازاي يا حبيبتي بقى، ما تاخدش دقايق ازاي؟ مش لازم تحضري نفسك كده وتحضري السفره؟ الست كمان لازم تكون جاهزة كده تستقبل جوزها بلبس حلو ببرفان، حاطة حاجة على وشها، لكن شبه الراجل كده ما ينفعش، لازم تتعلمي الحاجات دي، أنا بعلمك زي أمك بالظبط. حاتم بيتنفس بغيظ وبيزعق: بقول ايه؟ بقولك آخر مرة يا خلود، أنا مش ناقص الكسل اللي انت فيه، أرجع من الشغل بعد كده ألاقي الأكل جاهز. خلود ببراءة: حاضر يا حاتم، دي أول مرة يا حبيبي، ما انت كل يوم بتيجي من ساعة ما اتجوزنا والأكل بيكون جاهز. لو القرار التاني انا هوديكي بيت اهلك يعرفوك ازاي تتعاملي مع جوزك. فوزية وبصوت مزيف: ما تزعلهاش كده يا ابني، حرام عليك، ده اول ايام جوازكم. بصي يا حبيبتي، لازم تتعلمي ان حاتم اول ما يرجع من البيت يلاقي ست كده مستنياه، والست ما ترتاحش غير لما ترضي جوزها. خلود بغل مكتوم: انتي صح يا ماما، وانا هسمع كلامك. فوزية بخبث: يا حبيبتي انا يهمني بس ان انتوا تكونوا مبسوطين، يلا يلا جهزي الاكل، ده انتوا الاتنين مالكوش غير بعض. خلود دخلت المطبخ وهي متغاظة وعلى اخرها. تاني يوم الصبح خلود بحنية مصطنعة: خد بالك من نفسك يا حاتم، ما تتأخرش. حاتم مبتسم: حاضر يا حبيبتي، خلي بالك من ماما لحد ما ارجع. خلود بخبث: اكيد يا حبيبي، دي زي امي. حاتم خرج وقفل الباب، هي ساعتها نزلت عند حماتها، فتحت الباب ودخلت. فوزية بصدمة: يا لهوي، انت ازاي تدخلي كده؟ خلود ببراءة وخبث: معايا نسخة. ما هو انت معاكي نسخة لشقتي
وانا كمان معايا نسخة لشقتك يا حماتي. نعم نعم يا حبيبتي. هو انت يا بت هتعملي راسك براسي؟ لا فوقي. ما انا فايقه اهو يا حماتي. هو انت شايفاني سكرانه قدامك؟ فوزيه بذهول. خلود، انت كويسه في التصرفات دي؟ خلود ببرود وهي بتروح تقعد على الكنبه. تصرفات ايه يا حماتي؟ انا كنت جايه اقولك ان ابنك خرج. قوليلي بقى، ناويه تعملي معايا ايه النهارده؟ فوزيه اتفاجئت. انت بتتكلمي كده ليه يا بنتي؟ خلود بابتسامه خبيثه. بكلمك. بتكلميني ازاي؟ بتكلميني ازاي؟ زي ما بقولك كده، بكلمك وبقولك خليكي في حالك يا حماتي. ما تتحشريش ما بيني وما بين جوزي. جوزي هو جوزي انا وابنك انتي عاوزه ايه بالظبط؟ مش فاهماكي. لازم نتفق انا وانتي ان انتي ما تتحشريش، ولو اتحشرتي خلاص انتي حرة. فوزية بغضب. اتفاق ايه يا بت انتي؟ ابني انا اللي ربيته، واي حاجة يعملها تبقى لازم تحت المشورة بتاعتي. يعني انا حرة اعمل اللي انا عاوزاه. خلود ضحكت ضحكة كلها سخرية. ربيتيه بس نسيتي تعلميه يبقى راجل من غير ما يرجع ليكي في كل نفس. بتقوم وبتبص لحماتها من فوق لتحت. من النهاردة يا طنط مفيش دخول من غير استئذان، ومفيش أوامر في بيتي. فوزية بغضب. بيتك ايه يا مو بيت؟ ده بيت ابني وبيتي. خلود بتقرب منها وبتهمس لها. ابنك ده يبقى جوزي أنا، وانتي مالكيش الحق فيه غير ان هو يسمع كلامك ويودك، لان ده بر الوالدين. اكتر من كده مالكيش فيه. فوزية بتجمد مكانها وعينيها بتلمع من كتر الغضب. خلود بتمشي بخطوات باردة ناحية المطبخ وبتفتح التلاجة وتقول بهدوء. الفطار النهاردة على مزاجي يا حماتي، مش على مزاجك. ولا أقولك أنا هعمل لنفسي وعلى قدي، ولو جعتي التلاجة قدامك والعيش. اعملي لك سندوتش جبنة. فوزية بغضب. ابني لما يجي هيعلمك الأدب اللي انتي نسيتيه. ليه يا حماتي؟ هو أنا زيك ولا حاجة؟ يا حيوانة يا قلة الأدب. هتشوفي هيعمل فيكي ايه. ماشي، وريني بقى هتعملي انتي وابنك فيا ايه. يا انا يا انتي. الليل جه وحاتم رجع من شغل، باين عليه التعب. بيدخل البيت بيلاقي امه قاعده لوحدها على الكنبه، وشها باين عليه الغضب والغليان. خلود طالعه من المطبخ ماسكه الصينيه بتاعه العصير، ووشها باين عليه البراءه. خلود بصوت هادي. حتمتي الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. حاسه بيك ان انت تعبان فعملتلك عصير بارد عشان يبرد على قلبك من المشوار السخن ده. حاتم بابتسامه. الله يسلمك يا خلود. ماما مالك فيك حاجه ولا ايه؟ فوزيه بغضب وبتعدل نفسها. اسال مراتك يا ابني، اسالها بتتكلم معايا ازاي من طلعت النهار. حاتم. يعني ايه؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ في ايه يا خلود؟ خلود بتنهيده وبتعمل نفسها ان هي متاثره. انا كنت ناوي بصراحه كده ما اقولكش على حاجه، بس ماما هي اللي بدات اهو. طالما ان هي قالت خلاص هي مصممه ان هي تحكي. بص، يمكن ماما مش متعوده ان يكون في بيت جديد ويكون واحده تانية مسؤوله مكانها، يعني بتدخل المطبخ بتاعي وبتغير حاجات في المطبخ. وانا قلت لها لا، انا بحب كل حاجه انا ابقى عارفاها، دي حاجتي. بس تقريبا كده اخدت الكلام بطريقة تانية وفهمته ان انا متضايقة ولا حاجة. فوزية بغضب. كدابة، انا ما عملتش اي حاجة، ولا دخلت ولا اتنيلت ولا قمت من مكاني اساسا. ده هي بتقولي قومي اعملي نفسك سندوتش جبنة، وطول النهار بتزهقني يا ابني وبتهزقني كمان. حاتم بصدمة. ايه الكلام ده يا خلود؟ خلود بهدوء وبصوت مكسور. انا انا يا حبيبي، ازاي بس كده هي بتقول الكلام اللي ما حصلش اصلا؟ يمكن زعلت مني عشان قلت لها ترتاح شويه وانا هجهز المطبخ، بدل ما هي تقوم وتتعب نفسها تقوم تفهم الكلام غلط. ازاي انا اقول لها قومي اعملي لنفسك سندوتش يعني؟ هي ازاي بتقول الكلام ده بجد يا حبيبتي؟ انتي صعبه قوي. فوزية بالزعيق وصوت. يا لهوي، ده بتلوي الحقيقة يا ابني. ده انت اول ما خرجت قلبت الترابيزة عليا، اول ما خرجت وعمالة تسمعني كلام زي السم. وانتوا الاتنين الخناقات بتاعتكم ما بتخلصش ابدا. انا مش فاهم اعمل فيكوا ايه. خلود بتمسك ايدي بلطف. سيبها يا حبيبي، يمكن متضايقة من اي حاجة تاني. اطلع انت وانا هجهز لك لبسك وبعدين ننزل نتعشى بره. انا عازمك يا سيدي على العشاء. حاتم بهدوء. خلاص ماشي يا خلود، انا محتاج فعلا اشم هوا كده، انا زهقت. طب يلا يا حبيبي، انا مجهزه لك كل حاجه فوق. خلود بتبص لفوزيه بانتصار، وقبل ما يطلعوا فوزيه لحاتم. تعالى يا ابني، الكلام اللي هي بتقوله كله غلط في غلط. صدقني ان هي بتمثل لك البراءه،
لكن بتمثل دي مش الحقيقة بتاعتها. حاتم بيتنهد وباين عليه الإحراج. ماما لو سمحتي، يمكن انتي بس بتكبري الموضوع شوية. خلود مش ممكن بصراحة تقول الكلام اللي انتي بتقوليه ده. انتي عارفاها ان هي مؤدبة وما بتطلعش ابدا العيبة من بقها. فوزية بتبص ليه بوجع، محبوس وبتهمس. هتشوف بعينيك يا ابني الايام ما بينا، بس ساعتها ما تجيش تندم وتعيط لي. حاتم بيسكت وبيطلع الشقة بتاعته. بعد شوية فوزية قاعدة في الصالة بتسمع صوت ضحك خفيف جاي من المطبخ. بتقوم وتقف ورا الحيطة وبتسمع خروج بدلع. يا راجل بطل هزار، لا طبعا مش نسياك. فوزية بتتجمد مكانها وعينيها بتتسع وقلبها بيدق بسرعة. بتمسك صدرها وتقول يا لهوي يا لهوي، يا نهار 60 سواد، البنت بتكلم راجل تاني. يا مصيبتي يا مصيبتي السودة، بتخون ابني وما بقالهمش اسبوعين متجوزين. يا خيبتك يا حاتم يا خيبتك. بتروح تجري على البلكونة، بتلاقي حاتم قاعد وبيشتغل. فوزية وبصوت مكتوم حاتم يا حاتم الحق مراتك قبل ما تضحك عليك. انت هنا وعمال بتشتغل وهي مقضياها على الاخر. حاتم باستغراب في ايه يا ماما بس مالها خلود؟ دي بتعمل الشاي. فوزية بسخرية شاي ايه وزفت ايه؟ قوم يا ابني مراتك عمالة بتضحك في التليفون وعمالة تقول لراجل انا مش نسياك وعمري في حياتي منساك. انا سامعاها بوداني الاتنين دول. حاتم بيقف. انت متأكدة من الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ ده خرب بيوت. انا امك يا حاتم مش هكدب عليك. قوم يا ابني شوف شرفك، ده هتحط خلاص شرفنا في الطين. قوم يا ابن بطني قوم شوف المصيبة اللي احنا فيها. حاتم خرج من البلكونة بخطوات غاضبة. خلود ساعتها حطت الموبايل على الرخامة. حاتم بصوت عالي انت كنت بتتكلمي مع حد ولا ايه؟ هو ايه اللي كنت بتكلم مع حد؟ بتكلم مع مين يعني؟ انا بسألك تردي زي ما بقولك بالظبط يا خلود. كنت بتتكلمي مع مين؟ كنت بتكلم مع ماما يا حاتم. في ايه مالك بتزعق كده ليه؟ انت بتتكلمي مع واحد وعماله تقولي له وتحبي فيه وتقولي ان انت عمرك في حياتك ما هتنسيه. خروج بتتصدم ودموعها بتلمع بتوتر. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الكلام ده مش كلامك، كلام مامتك صح؟ هي اللي قالت لي لانها هي اللي سمعتك، هو اكيد يعني هي مش هتكذب. خلود ساعتها بتتنفس بعمق ودموعها بتنزل بسرعه وبتفتح التليفون. بقى كده يا حاتم اتفضل شوف اخر مكالمه انا كنت بكلم مين. حاتم بيبص للتليفون وبيتفاجئ ان هي فعلا كانت بتتكلم مع مامتها. انا اسف جدا، بس ماما قالت ان هي سمعتك يعني وانتي بتتكلمي مع حد راجل يعني. مامتك مش بتحبني يا حاتم، ويا ريتها ما بتحبنيش وبس، دي بتحاول تكرهك فيا، بتوقع ما بينا كل يوم. قالت لازم ان انت تدوس عليا كل يوم. لو دلوقتي بتتهمني في شرفي كمان؟ هي وصلت للدرجة دي؟ ايه الظلم ده؟ وفضلت تعيط. خلاص ما تعيطيش بقى يا خلود، سامحيني بقى، يمكن ماما فعلا غلطت. خلود بتبص ليه بدموع. انا كل اللي طالباه منك يا حاتم ان انت تبص عليا بعينك مش بودانها هي ولا بكلامها. بيحط ايديه على شعرها بحنين. عندك حق فعلا، انا ظلمتك، حقك عليا وعلى راسي. خلاص بقى يا حبيبتي. خلود بدلع خلاص يا حاتم انا هسامحك بس بشرط واحد، تجيب لي السلسله اللي كان نفسي فيها. حاتم ابتسم. هتكون عندك بكره ان شاء الله. اوعى تكوني لسه زعلانه. لا خلاص مش زعلانه. جت فوزيه باستغراب. ايه ده؟ هو انت ما بتزعلاش ولا ايه؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ انت مالك عمال تطبطب وتحنن كده ليه؟ يا ماما حرام عليكي، انتي ظلمتيها، كانت بتكلم مامتها وانا شفت ده بنفسي. يعني انتي كل اللي سمعتيه غلط في غلط. فوزية بغل. ايه ده؟ هي كانت عقلك بحلاوة، دي لعبتها صح عليك. حاتم قطعها في الكلام. ماما لو سمحت، بقولك ايه، ما تغلطيش اكتر من كده في مراتي، لحد كده وكفايه بقى. هي لحد دلوقتي متربيه وبتحبك جدا وما عملتش اي حاجه لانها فعلا بنت اصول. خلود بخبز. حاتم عيب كده تزعق لمامتك، عيب بجد، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. لا يا شيخه، لا وانت كمان هتعلميه اذا كان يزعق لي ولا لا. لا وكمان بتمثلي انك زعلانه. وهتمثل ليه بس يا ماما؟ هي فعلا زعلانه علشانك، هي وزعلانه ان انا بزعقلك. شفتي بقى ان انت بتظني فيها غلط؟ بقولك ايه، هي مش عاوزاكي تزعلي منها يا ست الكل. فوزية بغيظ. ماشي يا ابن بطني، اطلع انت وهي شقتكوا يلا. حاتم طلع وخلود اتأخرت شوية وجت همست في ودانها. ماشي، ده انا هكرهك في عيشتك، اصبري بس عليا.
عملتي فيها حبة من البداية. طب خلاص بقى يا ست الكل، انتي بقى هتشوفي اللي عمرك ما شفتيه من مرات الابن. طلعت ورا حاتم والتانية على آخرها ومش قادرة تاخد نفسها من كتر الزهق. تاني يوم نعيمة أخت خلود كانت قاعدة على الكنبة وحاطة رجل على رجل. خلود قاعدة جنبها ماسكة كوباية العصير وبتضحك معاه وبصوت عالي. فوزية بتفتح الباب وبتدخل. ايه القرف ده؟ ايه الصوت العالي انت وهي دي؟ مين معاكي؟ ايه يا طنط مش شايفة ولا ايه؟ دي اختي جاية وبتزورني. تزورك؟ تزورك ازاي؟ مش لازم تستأذن الأول من صاحبة البيت؟ البيت ده أهل كبير وأنا كبرت البيت ده، ولا هو خلاص؟ خلود بتضحك وبتبص لأختها نعيمة. سمعتي يا نعيمة؟ فاكرة نفسها لسه بتتحكم وهي قربت أصلا تفلسع. يا قليلة الأدب، أفلسع إيه؟ طيب ماشي، أنا هوريكم. يا طنط خلي بالك، البيت خلاص أختي اتجوزت فيه، اللي هو ابنك يعني اتجوزته، يعني البيت بقى بيتها. فوزية بغل. بيت مين؟ بيت ابني هو بيتي. ويلا يا حلوة بقى استأذني وامشي. مفيش أي بنت هتدخل البيت هنا غير لما تدق الباب واعرف مين اللي داخل ومين اللي خارج، ما هالسايبة. نعيمة بتقف وعينيها كلها تحدي. ايه اللي انت بتقوليه؟ انا بره جاية ازور اختي تقومي تطرديني؟ ده ايه قلة الذوق دي يا ولية؟ فوزي ولية يا قليلة الادب، اطلعي بره، يلا اطلعي بره. اطلع بره ازاي؟ طب اختي وهي مؤدبة، لكن انا معروف عليا قلة الادب. مسكت فوزية وكانت هتضربها. ابعدي يا قلة الادب، ابعدي عني. وانا بقول لنفسي ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ اتاريكي ما اتجوزتش. طب تعالي بقى. مسكتها وشدتها وعضتها كمان من دراعها. بعد شوية حاتم دخل، لقى صوت عياط مال البيت. وايه اللي حصل بالظبط؟ خلود قاعدة في الأرض وشعرها منكوش وباين على خدها إن هي مضروبة كف، ونعيمة قاعدة بتعيط هي كمان. حاتم بصدمة. ايه اللي حصل؟ مين اللي عمل فيكوا كده؟ خلود بصوت مكسور. مامتك يا حاتم، مامتك هي اللي ضربتني وضربت أختي كمان. ماما؟ ماما ازاي؟ مستحيل ابدا تتصرف كده وتضربكوا ازاي وانت يعني هتقعدوا ساكتين لها؟ نعمة وقفت. ايوه حصل على فكرة ودخلت عليها فجأة وفضلت تقولي اطلعي بره البيت، وحاولت تمسك فيا وشدتني من شعري، وخلود حاولت تفكني بس فضلت تضرب فينا احنا الاتنين بالكف على وشنا. خلود بتمسح دموعها. انا بجد مش متوقعة ابدا ان يحصل كده، مجرد بس ان اختي تيجي وتقعد معايا. ايه اللي حصل بالظبط يا حاتم عشان كل ده؟ خلود بتمسح دموعها. بصراحة كده أنا ما كنتش عاوزة أقولك، بس هي زودتها أوي المرة دي، وخاصة كمان إن أختي هي الضيفة. وبصراحة كده يا حاتم أنا غلطانة أصلا إن أنا اتجوزتك. كان لازم أعرف إن أنت بتحب مامتك أكتر حاجة في الدنيا، وما ينفعش أبدا اللي هي بتعمله ده. استحملتها مرة واتنين، الموضوع بيزيد معاها كل شوية أكتر من الأول. حاتم بغضب. إيه ده ماما؟ هي وصلت بيها للدرجة دي؟ في اللحظة دي بتدخل فوزية من الباب، ملامحها باين عليها إن هي مهدودة لكن مرفوعة الراس. فوزية بحدية. فوزية بحدية، ما ترفعش صوتك عليا يا ابني، أنا لسه عايشة. دي جابت أختها وبتدخلها من غير ما تستأذن، وساعة ما اتكلمت هما الاتنين ضربوني. حرام عليك يا طنط، أنا كنت بدافع عن نفسي. أنا لمستك ولا ينفع أصلا ألمسك؟ حاتم بغضب. خلاص مش عاوز أسمع صوت أي حد فيكم. خلود فضلت تعيط واختها نعيمة بتطبطب عليها وكأنها بتواسيها. فوزية وبصوت مهزوز. يعني صدقت كلامهم يا حاتم؟ دي آخرتها؟ حاتم بصوت غاضب لكن مكسور. ماما أنا بجد مش مستوعب أبدا إنك تمدي إيدك على مراتي. فوزية بدموع. خلود شاطرة وقدرت تكسب، قدرت إن هي تبعدك عني. يا ماما أرجوكي، أنا محدش يقدر أبدا يبعدني عنك، انتي اللي مصممة إن انتي تخسريني بكلامك وحركاتك دي. أخسرك؟ أخسرك إزاي يا ابني؟ دي لعبت في دماغك خلاص، كلامها أثر عليك. طب بص بقى، لو ما جبتش حقي هفضل غضبانة عليك ليوم الدين. حاتم بتوتر. يا ماما هما اللي زعلانين، حرام عليكي الكلام اللي انتي بتقوليه ده. أرجوك يا ماما اتأسف لهم. أنا أتأسف لهم؟ ده لو هموت مش متأسفة. انت صدقتهم، ده هما الغلطانين فيا. خرب بزعيق. لو اعتذرتيش يا حماتي أنا هروح لبيت أهلي وهقول لهم كمان على كل اللي حصل. أصل بعد اللي أنا شفته النهاردة انت فعلا يا حاتم ما طلعتش راجل. حاتم بغضب. احترمي نفسك. يلا يا نعيمة، يلا خدي بعضك كده وامشي. نعيمة بتمسك ايد اختها. اه
اختي هتيجي معايا على فكرة، يلا يا خلود، مفيش قاعدة لينا هنا. انا اصلا كنت عارفة انك هتذل فيها. البيت ده ما ينفعش ابدا، علشان خاطر ما فيهوش راجل يحميها، ما يتعاشرش اصلا. خلود بتسيب ايديها وبتلمس بتوتر. استني يا نعيمة، ما تكبريش الموضوع اكتر من كده. حاتم بغضب: انت بالذات تطلعي من البيت ده وما اسمعش صوتك. ما تجيش هنا تاني، ما تجيش هنا لمراتي، ولو مراتي عايزة تشوفكوا هي اللي هتجيلكوا، لكن انت ما تجيش. نعيمة نطقت بسخرية: يا سلام، هو انت بتطلعني ايه من الجنة يعني؟ بصت لخلود بغضب وقسوة: هستناكي، اوعي تقعدي هنا. صدقيني يا خلود، الناس دي ما ينفعش يتقعد معاها. بتخرج نعيمة من البيت، وفوزية بتبص لهم بقرف وبتدخل شقتها. خلود بتعمل نفسها ان هي بتنهار. يا حاتم فهمني، هي بتعمل فينا كده ليه؟ هو انا يعني عشان طيبة؟ بجد مش قادرة اعيش كده، مش هقدر اعيش كده كل يوم خناق واهانة. مامتك مش سايباني في حالي. مامتك قبل كده انا قلتلك ان هي مش بتحبني، وهي فعلا مش بتحبني. انا بجد تعبت وما عدتش قادرة. حاتم ساعتها بيحس بالذنب، وبيقرب منها وبيحط ايده على كتفها: يا حبيبتي، ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ امي بتحبك اكيد، بس لسه مش واخدة على الوضع الجديد، يعني ان في حد هيعيش معاها. بس انتي عندك حق، هي بتزودها اول يومين دول، وانا هتكلم معاها. انا مش بطلب كتير على فكرة، انا مش بطلب المستحيل، انا بطلب الاحترام مش اكتر من كده. مش عاوزة اي حد يتدخل ما بيني وما بينك. انا كنت فاكرة لما اتجوز هعيش ملكة كده لوحدينا من غير اي مشاكل. حاتم بحديها: طب ايه اللي يرضيكي بالظبط يعني؟ قوليلي عشان نخلص بقى من الموضوع ده. بيتي يا حاتم، المفتاح بتاع الشقة بتاعتي اللي ماما عمالة بتدخل علينا فيه من غير اي استئذان، يتحط في جيبي انا مش في جيبها هي. دي بتدخل يا حاتم من غير ما تخبط، بتمسك ايديه وبتبوسها. هي امك وعلى راسي من فوق، بس لازم يكون في حدود عشان الحب ده يفضل، عشان مش كل شوية نتخانق بقى، تسيبنا في حالنا شوية. حاتم بهدوء: خلاص يا خلود، اللي هيريحك ان شاء الله، انا هشوف الموضوع ده. بس زي ما انتي مش عاوزة امي تتدخل، يبقى اختك كمان ما تتدخلش في المشاكل بتاعتنا تاني. خلود بدلع: اكيد يا حبيبي، هي اصلا مش هتيجي هنا تاني، انا ماليش غيرك. في شقة فوزية، فوزية بتتكلم مع اخوها: يا حسين، مش قلتلك البيت دي هتسوينا على الجنبين؟ دي هتسود عيشة ابني وهتجيبه الأرض كمان. أنا انضربت يا حسين، انضربت واتهزقت في بيتي، وعيني عينك كده. انت بتقولي ايه؟ بتقولي يا فوزية؟ مين اللي عمل فيكي كده وانا اجي احرق لك البيت؟ يا حبيب اختك، تحرق البيت ايه بس؟ البيت يبقى بيتي. طب فهميني مين اللي عمل فيكي كده؟ هي واختها يا حسين، اختها قليلة الادب، وخلوق كمان كانت واقفة مبسوطة على الآخر وعمالة بتتفرج. ولما حاتم جه قلبوا الترابيزة هما الاتنين عليا، صدقهم. ولقيت جاي وبيقول لي: ما تكبريش الموضوع قوي كده يا ماما. حسين بعصبية: ايه ده؟ هو الهبل ولا ايه؟ ده انا هاجي اربيه واربيها واربي اهلها هي كمان. انا جايلك بكرة الصبح، ما تخافيش يا فوزية، حقك هيرجعلك غصب عن اي حد. تعيش لي يا اخويا يا رب، بس خلي بالك، ابني ضعيف، انت ربيها هي اكتر، ماشي؟ لما تيجي حاول تتك عليها، ومش عاوزين نطلقهم، احنا بس هنشد ودانهم هما الاتنين، هنربيهم وبس. حسين بغضب: اقفلي وانا بكره هتصرف. قفلت وابتسمت بمكر. بالليل حاتم كان نازل وشايل شنطة صغيرة، شنطة سفر. فوزية بقلق: ايه ده يا حاتم؟ ايه الشنطة اللي في ايديك دي يا حبيبي؟ رايح على فين؟ حاتم بجمود: انا مسافر شغل يا ماما يومين، عشان خاطر بس الشغل ده مهم قوي. بيخرج مفتاح من جيبه وبيحطه في ايديها: المفتاح ده مفتاح شقتي، خلي بالك يا ماما، انا اسف جدا على اللي حصل امبارح، انا اسف بجد، بس ارجوك يا ماما بلاش الخناق بقى، انا تعبت. ويا ريت كمان ما تستخدميش المفتاح ده غير للضروره قوي، يعني مش كل شويه تدخلي كده من غير استئذان. وارجوك يا امي بلاش تتخانقي مع خلود، هي اصلا بتحبك. فوزية بغل: هي مش عاوزة تديني المفتاح يا حبيبي، خده. انت بتدولي ايه؟ بتدولي كده بركة يعني؟ تقضية واجب. قال ايه؟ مش عاوزاني ادخل من غير ما استأذن؟ ليه؟ هو انا كنت بدخل بيت غريب؟ على العموم ماشي اللي انت عاوزه. بدأت تفتكر كلام حسين ليها وابتسمت بخبث: طبعا يا حبيبي، انا امك، وعمري في حياتي ما هزعلك ولا هزعلها ابدا، ويعلم ربنا قد ايه انا بحب مراتك وبعزها كأنها بنتي بالظبط. حاتم ابتسم بارتياح: يا ماما انا نازل دلوقتي، خلي بالك على نفسك وخلي بالك على خلود.
بعد ساعة فوزية بتخبط على الشقة بتاعت حاتم وخلود. خلود بتفتح وهي لابسة بيجامة خفيفة، ملامحها متفاجئة. أهلا، ازيك يا طنط؟ خير. فوزية بتدخل من غير استئذان وبتزقها، ووراها حسين أخوها، راجل شكله ضخم جدا وملامحه كانت باين عليها الغضب. خلود بصدمة، ايه ده؟ في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل هنا؟ حسين بيمسكها من دراعها. انتي مين يا بت انتي عشان تعملي كده وتتجرأي انك تمدي ايدك على اختي وتجيبي اختك كمان عشان تضربها وتهزها؟ خلود بتصرخ بألم، سيب ايدي، سيب ايدي يا راجل انت. فوزية بخبز، ما تسيب ايديها ولا اديها قلمين كده على وشها، كرامتك خلاص هتنزل في الارض دلوقتي. انا ابني ضعيف ما بيعرفش يقف قصادك، لكن جبتلك الرجاله بتوعي اللي هتجيب لي حق دلوقتي منك. خلود بتحاول تفك نفسها بس حسين ضاغط جامد. ايه ده؟ ايه اللي انت عملتيه انت؟ وقولي. بقول لكم سيبوني، هصوت والم عليكم الدنيا دي كلها. ابعد عني، ابعد عني. حسين بيديها بالقلم على وشها. لو فتحت بقك تاني هخليكي تندمي على اليوم اللي اتولدت فيه. وفين اختك قليلة الادب دي عشان اعلمها الادب؟ خلود وشها احمر من الالم وعينيها بدات ان هي تعيط، بس جواها غل كبير. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حاتم لو عرف مش هيسيبكم انتوا الاتنين. فوزية بسخرية، حاتم سافر. سافر يا حبيبتي، خلي بالك بقى من نفسك. انا دلوقتي هعلمك ازاي تخلي بالك على نفسك صح. اديها يا حسين. خلود بقلم وغضب، طيب ماشي، انا هربيكم انتوا الاتنين، انا هربيكم، هعلمكم ازاي تمد ايديكم عليا. ماشي، هنشوف مين اللي هينتصر في الاخر. بقولك ايه، احترمي نفسك يا بت وخليكي في حالك واحترمي اختي. لو فكرت ان انت تلعبي في عقل ابنها تاني، المرة الجاية هجيبك من شعرك وارميكي في الشارع، فاهمة يا قلة الادب؟ فوزية بتقرب من خلود وبتمسكها فعلا من شعرها عشان تتربي. يلا لم هدومك وغوري من هنا. ألم هدومي ايه يا حماتي؟ دي شقتي ومش هطلع من هنا. شقتك؟ هو كتبها باسمك يعني. يلا يا بنت انتي اطلعي بالذوق احسن اطلعك بالعافية وابهدلك. بتبص لحسين، هاتها يا حسين بشنطة هدومها كده وارميها قدام الناس دي كلها. حسين بيمسك خلود من دراعها. خلود بتقاوم وبتصرخ، هو حاسبني، حاتم هيعرف وهيخليكوا تندموا على كل اللي انتوا بتعملوه، هيخليكوا تندموا وهياخد حقي وهيحاسبكوا كلكم. فوزية بسخرية، حاتم مش هيقدر يعمل اي حاجة، ولو فتح بقه انا هغضب عليه اليوم الدين، وهو بيخاف من الحته دي قوي، وانا هقدر اخليه زي الخاتم في صباعي زي ما كان قبل ما انت تيجي وتغوري البيت. بعد شويه قدام بيت خلود، خلود واقفه قدام البيت بشنطتها متبهدله. خلود بتخبط على الباب بعنف، بتفتح مامتها زينب الباب وبتبص لبنتها. يا نهار ابيض، ايه اللي عامل فيكي كده يا خلود؟ مين اللي مد ايده عليك ومنحكشك وعامل فيكي العمايل دي؟ خلود بتنهار في حضن امها وبتبكي بقهر. حماتي يا ماما، حماتي جابت اخوها وضربني وطردني من البيت. شفتي يا ماما عملوا فيا ايه؟ شافتني لوحدي وحاتم مسافر. شايفه يا ماما، ضربوني وبهدلوني. زينب بتشد خلود لجوه وهي بتغلي. يا ويلهم مني، ده انا هاخد حقك منهم، من العيله دي كلها. انا ساكته الفتره دي كلها، يقوموا يقلوا ادبهم بالشكل ده؟ لا. فضلت تنادي وبصوت عالي، يا محمد، يا نعيمه، تعالوا شوفوا اللي حصل. بعد يومين حاتم رجع من السفر. حاتم بابتسامة، ازيك يا ماما؟ انا رجعت. ازيك، اخبارك عاملة ايه؟ بتتظاهر ساعتها بملامح الحزينة. الحمد لله على سلامتك يا ابني، تعالى تعالى يا ابني، جهزت لك الاكل اللي انت بتحبه. حاتم باستغراب، مالك يا ماما؟ وشك متغير كده ليه؟ وخلود فين؟ مسمع لها صوت يعني. فوزية بدموع، خلود طلعت من البيت يا حاتم، طلعت من ساعة ما انت سافرت يا ابني. حاتم بصدمة، طلعت على فين يعني؟ هو ايه اللي حصل؟ فوزية بخبز، انا ما اعرفش ايه اللي حصل. اول ما انت سافرت قامت لما الهدوم بتاعتها ولقيتها بتقولي خلاص خلاص يا طنط انا زهقت من الحياة معاكم وهروح بيت اهلي، وراحت. فضلت اشد فيها قبل ما تمشي واقول لها حرام عليكي، هتسيبي بيت جوزك بعد اسبوعين بس من الجواز، الناس هتقول عليكي ايه؟ لقيتها بتزقني وتقول العيشة معاك وحشة قوي وانا هشوف اي حد تاني يقدرني. حاتم بتقول ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده يا ماما؟ فوزية بتعيط، زي ما بقولك كده يا ابني، هي اللي قالت لي كل ده. لو كنت بكذب ان شاء الله العربية تخبطني. شكلها بتلعب بيك، وانت اول ما سافرت خلاص عملت اللي هي عايزاه. يا ابني ما توجعش قلبك معاها، هي مش بتاعتك، دي بتاعت حاجات ناس تانية، مش بتاعتنا البت دي. حاتم بيخرج من الشقة وهو في قمة الغضب، وبيخرج على بيت أهل خلود.
وبيخبط جامد بعنف. نعيمة بتفتح. نعيمة بتبص لحاتم باحتقار. أخيرا افتكرت تيجي. شفت عمل ايه في أختي؟ يلا يلا اللي ما طلعتش راجل زي ما قلت لك في بيتك. حاتم بغضب. فين خلود؟ مش عاوز اسمع صوتك انتي خالص. ايه اللي خلاها تسيب البيت وتهرب من اول ما انا سافرت؟ خلود بتظهر من ورا نعيمة وشها باين عليه الضرب. اهرب؟ اهرب منين؟ ده انا مطرودة يا حاتم. مش هربانة على فكرة. بتمسك وشها وبتبص ليه. شوف اخو مامتك اللي هو خالك يعني عمل فيا ايه. ضربني وقدر ان هو يمسكني كده وعادي وفضل يضرب فيا. حاتم بيبص بصدمة على وش خلود. مين اللي عمل فيكي كده؟ هتكون مين يعني؟ مامتك هي اللي عملت كده. جابت اخوها. هما الاتنين فضلوا يضربوا فيا ويشتموا فيا اول ما انت سافرت. هي اللي قالت لي اطلع من البيت ولميت هدومي على قد ما اقدر وخليتني اخرج قدام كل الناس. ما همهاش ابدا ان انا لسه عروسه جديده والناس هتتكلم عليا. قالت لي ان انا مش قد المقام وهتجوزك واحده تانية تكون احسن مني. حاتم بيهز براسه بعدم تصديق. مستحيل ماما تعمل كده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هي قالت لي عكس الكلام ده. قالت لي ان انت طلعتي وقلت لها ان انت مش هترجعي البيت تاني. زينب ام خلود بسخريه. يا راجل امك كدابه قوي. عايز تكذب مراتك بنت الأصول بنت الناس. مش هي اللي بتكذب، أمك اللي بتكذب. أمك جابت أخوها وفضلوا يضربوا بنتي ويهزقوها ويضربوها جامد قدام الناس كلها. لو انت راجل بجد كنت قدرت تحافظ عليها، لكن بنتنا مش هترجع البيت تاني أبدا إلا بشروطنا احنا. حاتم بغضب. كفاية بقى خلاص. أنا عاوز أفهم. خلود يلا يا خلود يلا عشان نرجع. خلود بغضب. لا يا حاتم مفيش فهم دلوقتي. انت لازم تاخد قرارك. وبتشاور على وشها. انا يا اما مامتك والقرار في ايديك، يا اما الطلاق بقى يا تجيب لي حقي بالقانون. نعيمه بجمود. ايوه يا حاتم عشان تثبت لنا بقى كلنا ان انت راجل وما تتغص من الكلمه اللي انا بقولها لك. لما اختي بتتهان انت لازم تسحب خالك كده من هدومه وترميه في السجن قدام الناس دي كلها وتعرفهم قاموا على اللي عمله في مراتك. حاتم بزعيق. انتي بالذات اسكتي خالص مش عاوزه اسمع صوتك. خلود انا اسف يا خلود. انا عمري ما اتخيل ابدا ان ماما ممكن تعمل كده. للاسف مدوا ايديهم هما الاتنين بالقلم ومش تلطيش على وشي. ضربوني. امك ملهاش اي سلطه عليا بعد كده. ولو دخلت الشقه انا بقى اللي هرميها من على السلم. حاتم بصدمه. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ دي مهما كان امي ما ينفعش تقولي عليها كده. وبعدين انت عاوزاني ايه؟ اعمل محضر يعني في خالي وفي امي؟ خلود بتاكد. انا عاوزاك تثبت انك راجل بتحميني وان انا فعلا مراتك وان انت بقى مش ابن امك. التليفون بيرن. الو ايوه يا خالي. ايه اللي انت عملته في مراتي ده؟ ضحكه كلها سخريه. هي قالت لك؟ انا يا ابني ما عملتش كده غير لما امك اتصلت بيا وقالت ان هي واختها ضربوها عشان كده كان لازم ادافع عن اختي. وانت يا ريت تبطل ان انت تمشي ورا كلام مراتك اللي لسانها طويل جدا وهي عايزه تكسر امك قدامك وقدام الكل. حازم بيجز على اسنانه. تيجي دلوقتي يا خالي وتعتذر لخلود قدام أهلها كلهم، ولو رفضت أنا هعمل فيك محضر. تعمل فيا محضر؟ انت عاوز تسجني أنا أمك؟ ما أمك أكيد هتيجي في رجلين. حاتم ساعتها قعد يفكر. بس اللي انت عملته ده يا خالي ما ينفعش أبدا. تعالى دلوقتي حالا ولازم تيجي وتعتذر لمراتي قدامي، يا إما هنزل وفعلا هعمل محضر مهما تقول. ماشي يا ابني روح وعمل المحضر. حاتم خد خلود وراحوا فعلا عملوا محضر. وهو بدأ إن هو يتكلم وهي تحكي على اللي حصل، لكن فجأة وقف المحضر ده. أنا آسف حضرة الضابط وقف. أنا مش هعمل محضر. أنا مش عاوز حقك يا خلود. أنت بجد عاوزة تكسري أمي وهي كمان كسرتني وكلكم بتكسروني. أنا مش عاوز العيشة اللي أنت عايزة تعيشيها، عيشة هادية بس مزيفة. وأنا مش هقدر أعيش في معارك وحرب ما بينك وما بين أمي. عشان كده أنا مش هقدر أكمل. أنا آسف ليكوا كلكم. أنتي طالق بالتلاتة يا خلود. الكلمة نزلت على خلود وقالها زي الصاعقة. خلود بصدمة. أنت بتطلقني يا حاتم؟ بتطلقني؟ حاتم ساعتها بص للظابط. أنا آسف يا فندم على الإزعاج، بس بجد مش قادر أكمل. ويا ريت بقى تعملي دلوقتي إجراءات الطلاق وهسافر. وأنا آسف على كل الناس اللي حواليا. بعد مرور سنة حاتم كان بيتكلم أمه في التليفون. لا يا ماما أنا آسف جدا مش هرجع. خلاص أنا استقريت وحسيت إن أنا أحسن بكتير من الأول. يا ريت تخلي بالك على نفسك وعلى أختي كمان.
فوزية بدموع: يا ابني بلاش توجع قلبي أرجوك عشان خاطري. إن شاء الله قريب قوي هبقى أجي وهزورك وهبعتلك اللي انت عاوزاه، بس مش هقدر أقعد طول النهار، يعني هقعد ساعتين كده ولا 3 وهمشي على طول. فوزية بغيظ: يعني هتهيل عليك عشان تيجي، ولا السنيورة الجديدة هتلحس دماغك وهتلحس نافوخك؟ اه، مش كفاية خلود اللي اتجوزت بعد ما انت طلقتها ودلوقتي حامل؟ هاتم بدوق، ربنا يستر عليها يا ماما بقى، سيبيها تعيش في حالها، حتى وهي مش معايا مش سايباها في حالها. ما كفايه بقى، ما بتزهقيش؟ فوزيه بغيظ: براحتك، ما انا عارفه ان الاجانب بيقدروا ان هم يوسوسوا كده ويلحسوا الدماغ ويخربوا البيت. عمرك يا ماما ما هتتغيري، بس انا الحمد لله انا بقى اللي اتغيرت، بعد اذنك عشان ليلى زمانها جايه. فوزيه بغضب: ماشي يا حاتم، انت حر، مش هتحايل عليك العمر كله. قفلت السكه في وشه وهو اتنهد. ليلى جت جنبه بابتسامه: ازيك يا حاتم؟ ازيك يا حاتم؟ ازيك يا حبيبي؟ سرحان كده ليه؟ بتفكر في ايه؟ انا كنت بفكر في حياتي اللي فاتت وفي راحتي دلوقتي وانا معاكي. ليلى بتقعد بهدوء: انا عارفه، انا عارفه اللي حصل في حياتك القديمه، بس خلاص دي صفحه واتقفلت. انت تستاهل حياه هاديه، تبدا صفحه جديده بعيد عن الوجع على القلب. وبصراحه كده لازم تنزل وتزور مامتك، هي اكيد محتاجالك. حاتم ابتسم واتكلم من جواه: سبحان الله، وهي برضو كانت بتشكر فيكي قوي. بتقول حاجه يا حبيبي؟ لا لا لا، كنت بقول ان هي كمان نفسها تشوفك. رسالة بتيجي على التليفون بتاعه من مامته، كاتبة فيها: حاتم يا ابني، أنا مش عارفة أنا بعمل كده ليه، أنا فعلا طلعت أنانية قوي. كنت عاوزة أقولك أنا آسفة يا ابني، أنا اللي غلطانة، أنا اللي اتدخلت في حياتك زيادة عن اللزوم. كنت بخاف عليك، بس أنا خلاص عرفت، عرفت غلطي وتوبت كمان. وإن الست البنت الأصول لما اتجوز ابنها ما تضايقش مراته، عشان أكيد ابنها هو كمان بيتضايق، وبيتضايق أكتر من مراته كمان. أنا حطيتك في حرب ودمرتك نفسيا، سامحني يا ابن بطني. حاتم ابتسم: اللي فات مات يا حاتم، مش لسه بقولك دلوقتي إن أمك بتحبك قوي؟ طب تعالي نكلمها احنا الاتنين. اتكلم هو الأول، واتكلم مامته كويس جدا، وهي كانت سعيدة ومبسوطة. طب خد يا ماما بقى كلمي ليلى. فوزية بحسن: بسم الله ما شاء الله يا بنتي، أنا كنت لسه بشتم فيكي، أقصد يعني كنت لسه بشكر فيكي. بصراحة لقيتني بخسر ضنايا وضميري كمان اللي فاق مرة واحدة، الحمد لله. انت باين على وشك ان انت بنت اصول. ليلى بحنان: حضرتك اللي بنت اصول، وانا ليا الشرف انك تكوني حماتي. حاتم ابتسم: خلاص يا ماما، مفيش قط وفار وصداع تاني مع ليلى ارجوكي، هي مختلفة برضه عن خلود. خلاص يا حبيبي، اللي فات مات، واحنا ولاد النهاردة. ليلى بتبتسم: واحنا كمان يا طنط مش هنقدر نسيبك تعيشي لوحدك، وهننزل نعيش معاكي. كانت الفرحة مسيعاها، وقالت وهي مبسوطة: ربنا يرد عليكم يا ولادي انتوا الاتنين. وليلى وحاتم عاشوا حياة سعيدة جدا. ورسالة ليا لكل حما: أرجوك يعيشي حياتك انتي مش حياة ابنك، لأن ابنك هو اللي في النهاية بيكون خسران. ورسالة كمان لمرات الابن: يا ريت تكوني كويسة وبتعاملي حماتك بما يرضي الله، والحياة دي واقعية وحقيقية من الوسط اللي احنا عايشين فيه. لو عجبتكم الحكاية وشفتوا مين الغلطان اكتبولي في التعليقات، أكيد في واحد فيهم غلطان أكتر من تاني. عاوزة أشوف تعليقكم يا حلوين. يلا سلام. سلام عليكم يا أحلى متابعين، ودلوقتي هنبدأ الحلقة التانية من جواز الصقر للكاتبة المميزة رضوى. أتمنى إن شاء الله إن هي تعجبكم، ولو حابين تتابعوا أول حلقة هتلاقوا عندكم في القناة. ادخلوا القناة هتلاقوا فيها قصة حلوة جدا، درامي وكوميدي كل اللي انتوا عاوزين، وكمان رومانسي. يلا بقى عشان ما اطولش عليكم. ليلى بتتصدم وبتبعد خطوتين: انت عاوز تتجوزني عشان تخلص من مشاكل؟ انت مجنون. رعد بيقرب منها ببطء، وعينيه شكلها غريب مخيف قوي، وهو بيقول: انا مش مجنون على فكرة، لو انا فعلا مجنون كنت هقولك انا عاوزة اتجوزك عشان جمالك الرهيب. وبيبتسم ابتسامة مليانة خبز. ليلى بترجع خطوة لورا وتحس بالخجل، وبتكون مصدومة جدا. ايه ده؟ يعني ايه؟ انا مش فاهمة اللي انت بتعمله ده، انا مش عاوزة اللعبة اللي انت بتلعبها دي. رعد بينزل ايده ببطء: عيب، مين اللي قال ان انا اصلا بلعب معاكي؟ لعبة ايه؟ انت مش لعبة، انت ورطة، بس احلى ورطة جاتلي في حياتي كلها. دلوقتي نامي، انت في امان على فكرة لحد ما هيجي الصبح، بس لازم تعرفي ان مفيش هروب تاني،
لو حاولتي تهربي المرة دي هربطك في السرير. وعلى فكرة أنا مش بهزر، خلي بالك. ليلى بتحس بالخوف الحقيقي وما كانتش عارفة تعمل ايه. رعد بيمشي خطوتين ناحية الباب وفجأة بيقف تاني وبيقول: أنا هنام في الأوضة اللي جنبك، لو احتجتي أي حاجة نادي عليا، بس اوعي تفكري في الهروب لأنك مش عارفة ايه اللي هيجرالك بالظبط. خرج رعد وسابها في الأوضة. ليلى فضلت واقفة وهي حاسة إن هي فعلا وقعت في مصيدة كبيرة جدا. هي بس مش هربانة، هي دلوقتي محتجزة ومتهمة كمان في بيت الجد. ها يا محمود، ما فيش أخبار جديدة على مكسوفة الرقبة دي؟ أنا عرفت مكانها يا بوي. فين؟ هي دلوقتي موجودة في بيت رعد السعداوي. الجد بصدمة: أنت متوكد؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ للأسف متوكد، بس مش عارف هنجيبها إزاي. ده كده بدل ما تعمل صراع ما بين العيلتين يبقى الصراع ما بين 3. احنا عارفين عيلة السعداوي دي، الناس دول عاشوا في مصر شوية لكن أصلهم من الصعيد وليهم مكانة كبيرة في البلد. يعني هنعمل ايه دلوقتي يا بوي؟ معرفش دلوقتي، لازم نرجع البيت ونشوف هنعمل ايه ونفكر بهدوء. بص يا بوي، مفيش غير حل واحد بس عشان نعرف نرجعها من تاني. ها، قول يا ولدي. محمود بدأ ان هو يقول الحل. في بيت رعد ليلى بتحاول تتأقلم على البيت الجديد. كانت قاعدة جنب الست الكبيرة بتشرب القهوة. الست كانت حلوة جدا ولطيفة معاها. فجأة بتدخل بنت جميلة بس عينيها مليانة بالغضب. نورهان بنت عم رعد اللي كانت بتحبه زمان ومستنية ان هو يجي ويتقدم لها. نورهان بصوت مليان بالحقد: يا أهلا وسهلا يا عروسة يا جديدة، يلا طلعتي علينا زي القضا المستعجل. أهلا وسهلا، مين انتي؟ نورهان بتقعد على الكرسي وبتبص لها بكل قرف من فوق لتحت. تعرفي، أنا سمعت إن في مرة جيت هنا، مرة الرعد. مين عارف عملتي فيه إيه؟ كل اللي نعرفه إن الرعد راح مصر وعاش هناك فترة طويلة وخدوه معاه لما بقوا مصراويين وكان مطنس صنف البنات خالص. فجأة جه الصعيد من تاني وفجأة بيقول إن هو اتجوز كمان واتجوز في السر واحدة ما نعرفلهاش لا أصل ولا فصل. صحيح اللي بيحصل ده ولا إيه؟ إلا قوليلي أنت من عائلة إيه بالظبط؟ ليلى بتحاول تحافظ على هدوءها. هو أنت من ساعة ما جيتي هنا وأنت نازلة معايا تحقيق، معرفش أنت مين بصراحة. وعلى العموم يا ستي، أنا من عائلة سامي الدمنهوري. ها، من العيلة اللي كان ما بينها وما بين رعد مشاكل زمان. يا سلام على القدر. بس قوليلي إيه اللي جابك حدانا وبالسرعة دي؟ ما يكونيش هربانة ولا أهلك ما يعرفوش إن أنت اتجوزتي؟ أهلك موافقين على الجوازة الزين دي؟ ليلى بتوتر وبتحاول تخفيه. مش لازم كل حاجة تعرفيها، أنا هنا مرة رعد ودي متهيألي مشكلة كده ما تخصكيش. نورهان بتضحك بسخرية: لا تخصني طبعا، رعد ده بتاعي أنا وبس، البلد كلها عارفة وبنت عم أولى بيه. بس الظاهر إنك طلعتي زي الحشرة، دخلتي بناتنا فجأة، لا عارفين أصلك ولا فاصلك. بس ما تخافيش، هعرف عنك كل حاجة وهخرجك من حياة رعد ومن حياتنا كلتنا. رعد ما بياخدش قرار من دماغه غير لما يكون وراه حاجة كبيرة. انتي أكيد مجرد صفقة يا ليلى، مش مجرد حب. ليلى بتقف وهي غضبانة جدا: أنا مش صفقة ولا حاجة، أنا ورعد بنحب بعض. رعد لو ما كانش بيحبني ما كانش يجوزني، وده دليل إنك مش فاهمة حاجة واصل، وده دليل كمان إنك أصلا مش فارقة معاه ولا بالنسبة له أي حاجة. دلوقتي أنا هروح أرتاح، مش ناقصة وجع دماغ. تصبحوا على خير. نورهان بتبصلها بكره بس هي عارفة من جواها إن الصراع لسه ما بدأش. سماح والدة رعد: إيه يا نورهان، مالك يا بنتي، مالك؟ انتي تفتكري كده لو رعد ابني سمعك بالكلام اللي انتي بتقوليه ده هيسيبك في حالك؟ أنا ما قلتش حاجة غلط، البت دي وراها حاجة كبيرة جدا ومخبيها. لازم رعد اتجوزها كده فجأة ليه؟ وانا وانتي يا مرات عمي عارفين رعد كويس مش بتاع الكلام ده ومش بيعجب بأي حد. سماح، نورهان اسكتي خالص، ما تقوليش الكلام ده. انا ما صدقت يا بنتي ان ربنا صلح حاله واتجوز، ما تخربيش حياته بقى وبوظيها.
في نفس الوقت عربية كانت واقفة قدام بيت رعد. الصوت بيقول وبصوت عالي: رعد، اطلع أحسن لك بدل ما كسرها فوق دماغك. رعد بيخرج وبيجري وراه الرجالة بتوعه. رعد بصوت واطي: مين انت؟ عاوز ايه؟ الحارس كان واقف جنبه. دول عائلة الهانم يا باشا، ومعاهم سلاح، شكلهم كده عاوزين حاجة، عاوزين ياخدوها يعني. الناس بتنزل من العربية، والد ليلى والجد وأخوها وكذا واحد من العيلة. محمود بزعيق: يا رعد. ليلى أول ما سمعت الصوت كانت في الأوضة بتاعتها بتبص في الشباك: يا لهوي، أبوي! رعد بياخد نفس عميق: نعم، عاوزين ايه؟ يا مرحب بالضيوف، اتفضلوا في البيت، بس عاوز أعرف سبب بس الزيارة بتاعتكم. الجد سالم: ملوش لزوم اللف والدوران ده يا رعد. يا ابن السعداوي، انت عارف كويس وعارف زين احنا جايين ليه. احنا بنتنا عنديكي نه. ازاي تجرؤ وتخطف بنتنا وهي اصلا ملهاش في الجوازة دي؟ رعد ببرود: انا لا خطفت ولا حاجة، بنتك ما كانتش جاية تهرب. ليلى نزلت تحت ووقفت ورا رعد. فارس اول ما شافها: تعالي، ده انا هربيكي، شدها من شعرها. رعد في الوقت ده بيضربه بقوة في وشه وبيبعد عنه. ليه بتعمل كده في مرتي؟ ليلى تبقى مرتي ومحدش يقرب لها واصل، واللي هيفكر يأذيها أنا مش هرحمه واصل. الكل كان واقف مصدوم. والد ليلى بيمسك قلبه. فارس بيطلع المسدس في اللحظة دي. فارس بزعيق: كداب، اتجوزتها ماتة وازاي؟ رعد بيطلع المسدس وبيوجهه ناحية المسدس بتاع فارس: مرتي من يومين، زي ما اي حد بيتجوز في البلد وبشهود والناس كلها عارفين. اللي ما بينا كان طار قديم والجديد هيزيد، فبلاش اللي انت بتعمله ده يا فارس. الاب بيحاول ياخد نفس بصعوبة: صفقة ايه؟ اتجننت يا ابني، ده بنتي، ايه اللي انت بتقوله؟ هي بنتي بقت صفقة؟ ايوه صفقة يا حاج، بسبب اللي حصل وان بنتك وقفت قدامي العربية بتاعتي انكسرت كمان، يعني عاوز فلوس، جوازة وفلوس، فانتوا لازم تتنازلوا عن حقكم بخصوص ليلى. اقول لكم ليلى اتجوزتها عرفي، انا عندي استعداد ان انا اتجوزها رسمي، والخصومات اللي فاتت خلاص مش هتحصل تاني، واللي جاي هيكون افضل. فارس ساعتها بيوجه المسدس ناحية رعد: مالك يا فارس؟ عاوز تقتلني؟ اقتلني وهتشوف ايه اللي هيجرالك. انت بتهددنا ولا ايه يا رعد؟ رعد عينيه بتثبت للفارس وبيتكلم بخوف: انا ما بهددش، انا بحط نظام جديد للتعامل. عاوزين تاخدوا بنتكم مذلولة وتهرب تاني وتالت ورابع من الطار اللي انت عملتوه، وتفتحوا نار جديدة. نار جديدة ديت انت اللي هتولعها؟ لا، دي نار جديدة معايا انا، بسبب عربيتي اللي انكسرت والبهدلة اللي حصلت لي وسمعتي كمان. يا اما هتقبلوا اني هكون مرتي، انتوا عايزين تجوزوها للناس الطار بتاعكم القديم، لكن انا هكون طار جديد، وانتوا عارفيني زين ما بنساش حاجة واصل. محمود بيستسلم للتفكير بتاعه: يعني ايه يا ولدي؟ بيبص على ليلى كمان، بيلاقي دموعها نازلة بصمت. انت عاوز تتجوزها عشان خاطر الطار يعني؟ طب ما انت هتعمل لنا مشاكل جديدة. مفيش مشاكل ولا حاجة يا عمي، وافق انت بس. والد ليلى بينزل راسه بانكسار، وهو عارف لو رجعت ليلى تاني هتموت، وجوازها من رعد أكبر ضمان إن هي تعيش في سلام. بس لازم تعرف، لو لمستها بيوم بسوء هتفتح على نفسك نار جهنم. فارس بصدمة: ايه يا بوي، ايه الكلام ده؟ ده مش هيحصل أبدا، تتجوزها ازاي يعني؟ اسكت انت يا فارس، الموضوع خلص. رعد ساعتها ابتسم ابتسامة الانتصار: يبقى دلوك نكتب الكتاب وجود الشيوخ بتوع العيلتين، وبلاش نضيع وقت أكتر من كده على الفاضي. تمام، كل حاجة هكون جاهزة. في الوقت ده ليلى كانت واقفة زي التمثال وهما بيكتبوا كتابها، وهي خلاص بقت مرات رعد، بقت زوجة رسمية قدام الجميع. في ليلة الدخلة الأوضة واسعة بس ضلمة جدا. كانت لابسة فستان أبيض مغطيها كلها، لكن روحها ما كانتش متغطية، كانت حاسة بالخوف والقلق. رعد دخل وقف قدامها: أخيرا خلصنا،
ما تخافيش، مش هجرب منك. ليلى بخوف: انا مش مرتك. ايوه انا مش مرتك، انا ضحيه واتفاق ما بيني وما بينك يا رعد. رعد شويه، الصفقه اللي انتي بتقولي عليها دي هي اللي خلت ابوكي يسلمك ليا بيده الاتنين، ما يسلمش لابن الجرحي اللي كان ممكن يقتلك في اي وقت عشان خاطر اسم العيله. ليلى بترفع عينيها وعينيها مليانه بالدموع. يعني انت بقيت المنقذ بتاعي، بس برضه انت ما زلت عايز تجوزني وخلاص. لكن انا كنت عاوز اتجوز عن جواز الحب والعشق اللي انا كنت بشوفه في التمثيليات. انا حاسه ان الجوازه دي باطله. رعد بيقف قصادها وبينزل على ركبه وبيبص على وشها: مين قالك اني ما حبيتكيش؟ انا حبيتك. الحب ما بيتقالش كده في حفله وخلاص، الحب فعل، وانا هوريكي ازاي هحميكي من كل الناس ومن نفسك كمان، وقتها تعرفي اني عاوزك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا وسهلا بيكم يا احلى متابعين في الدنيا. يلا يا حبايبي، النهارده جبت لكم قصه حلوه قوي بعنوان جواز الصقر بقلم الكاتبه رضوى. ويلا بينا عشان نسمع الحكايه. كانت ليلى قاعده على طرف الشباك بتبص في الضلمه اللي مغطيه القصر عيلة الكبير، وفي نفس الأوضة بس من الناحية التانية سارة صاحبتها وبنت عمها كانت عمالة بترص الكتب بعصبية شديدة وواضحة. سارة بهمس: ليلى يا بنتي، ايه مالك بتبصي كده ليه؟ انتي رعباني على فكرة، لو حد من اخواتك شافك هيفكروا ان انتي بتخططي لمصيبة. يلا لف وشك الناحية التانية. ليلى بتلف وشها الناحية التانية لكن بتبص عينيها مليانة باليأس. انا بخطط فعلا يا سارة، بخطط ان نهرب الليلة. الكتاب وقع من ايد سارة وساد الصمت في الأوضة. سارة بتقرب منها بسرعة وبتمسك دراعها: ايه اللي انتي بتقولي؟ انتي اتجننتي ولا ايه يا ليلى؟ انتي عاوزة تهربي؟ هتروحي على فين؟ ده العيلة كبيرة وجدك وانتي عارفاه. اسكتي وسعك ده، مش فارقة معايا خلاص، ما بقتش قادرة استحمل يا سارة. اني ليلى مش مجرد كارت بيلعبوا بيه في اللعبة الزفتة بتاعتهم دي. انتي فاكرة ان انا هقدر استحمل؟ مش هقدر استحمل ترتيبات الجواز بتاعتهم. انا هموت قبل ما يجوزوني. ما هو جواز، مالك يا ليلى؟ ده جواز ومدبر كمان واحنا عارفين ليه. قطعتها في الكلام: انا مالي اذا كان طار، ده اسمه طار، جواز طار. عايزين يجوزوني واحد من ولاد عيلة الجرحي عشان يقفلوا عليا. هم بيقفلوا عليا، مش بيقفلوا على الخصوم القديمة بتاعتهم. الأرض والدم أنا ماليش دعوة بيهم، وكأني ورقة يعني بيتاجروا بيها عشان يوقفوا الدم ده. أنا مش هسمح لأي حد إني يعمل فيا كده، مش هيحصل. سارة أرجوك يا ليلى ما تتجننيش. انتي عارفة الكلام اللي انتي بتقوليه ده هيوديكي في أنهي مصيبة؟ انتي لو عملت كده هتبوظي كل حاجة، وأنا مالي ما تبوظ. وبعدين احس بيهم ليه اذا كان مفيش حد فيهم حس بيا ولا مشاعري يا ساره؟ انت مش عارفه اللي انا هتجوزه منصور الجرحي ده عامل ازاي؟ ده انسان حقير وكلنا عارفين بالسمعه بتاعته اللي زي الزفت، وعاوزين يجوزولي؟ لا لا والف لا. ساره بحنان: معاكي حق يا ليلى، بس ده الحل الوحيد عشان العيلتين يوقفوا الدم لبناتهم. بعد كل اللي حصل انت عارفة ان الدم صدقيني هيكون زي البحور. لو انت عملت كده الدم هيكتر والدنيا هتبوظ اكتر واكتر، لكن الجوازة بتاعتك دي هتوقف كل حاجة. فكري يا ليلى، ما تفكريش في مصلحتك بس، هتضحي بحريتك بس هتنقذي ارواح. ليلى بتقوم وبتبدأ تلم حاجات بسيطة في شنطة صغيرة: مش هضحي بحاجة. الجوازة دي لو هتجيب السلام زي ما انت بتقولي هتجيب لي عيشة سودة، هبقى محبوسة ومتكتفة بالصقر القديم اللي ماليش أي ذنب فيه. أنا عندي أموت أحسن من أكون واحدة مرات واحد زي ده. يعني أنت عاوزة تعملي فينا إيه؟ عايزة تعملي إيه دلوقتي؟ ههرب يا سارة. يا مرارك الطافح يا سارة، أنت عارفة لو أنت عملت كده جدك هيعمل إيه وأخواتك؟ أنت مش عارفة الحرية اللي أنت بتقولي عليها دي مش هتعرفيها حتى في بيت أبوكي ولا في بيت جوزك. ساعة ما هتهربي مش هتمشي بعيد عن البلد وساعتها هيوصلولك، ولو لقوكي العقاب هيكون أصعب بكتير. يكون زي ما يكون، خلاص هعمل إيه تاني يا سارة؟ ده الحل الوحيد. أنا معايا قرشين
هاخدهم وفي طريق القوافل القديمة همشي هناك لحد ما اوصل بعيد بعيد، ومحدش هيعرف اسم عيلتي ولا اسمي. هأرجوك يا سارة ما تقوليش لحد، انا همشي دلوقتي قبل طلوع الشمس. اوعديني اوعديني ان محدش يعرف. سارة بتتصدم من بنت عمتها وعمايلها. ارجوك يا ليلى فكري كويس، ازاي بس هعيش وانا عارفة انك في خطر، وعمي وجدي لو عرفوا مش هيسيبوكي. فكري كويس يا بنت عمي، انا خايفة عليكي، مش هترحمي امك، هتموت عليكي من الحزن. ارجوك يا سارة دي اخر حاجة بطلبها منك، انا بعملك ده عشان اعيش وكرامتي. ادعيلي ادعيلي، يلا سلام. وخلي بالك على انا عارفة ان هي بتحبك وانت كمان بتحبيها، واديها طول الوقت وطمنيها عليا لحد ما اكون في الامان، وهعرف اوصل لكم انتوا الاتنين وهطمنكم. ليلى بتلف وشها ناحية التانية وبتمشي من غير ما تبص تاني لسارة. سارة وهي بصوت مخنوق وبتتفرج على الباب وهو بيتقفل. يا رب يا ليلى، يا رب يا ليلى. عدت ساعات، ليلى كانت بتجري ساعات جوه القصر الضخم اللي مش عارفة له أول من نهاية. بعد ساعات من الجري المتواصل بدأت تتعب ووصلت لمكان تل كبير فيه رمل، بس كانت حاسة بجزء من الأمان. في الوقت ده الجد دخل على ليلى. يا ليلى يا ليلى يا بنتي، انتي يلا اسمك سارة؟ ايوه يا جدي. بنت عمك راحت فين؟ يلا خليها تجهز، النهارده ليلتها. سارة بتوتر. ليلى معرفش يا جدي راحت فين. ازاي ما تعرفيش؟ ما تقولي راحت فين، انطقي. ليلى راحت فين؟ بصراحة يا جدي بصراحة. ما تنطقي يا بنت بدل ما موتك. ليلى ليلى قول احسن لك، هي فين؟ ليلى هربت يا جدي. انت بتقولي ايه؟ ليلى هربت؟ ازاي تسمحي ان هي تخرج برا؟ محمود يا محمود، شوف بنتك المتربية راحت فين، جابت لنا العار. ايه ده يا بوي، ايه اللي حصل؟ ما تتكلمي يا سارة، اتكلم معايا انا يا واد. بنتك هربت هربت يا محمود. نوال بصدمة. بنتي انت بتقول ايه يا عمي؟ البت هربت، هتورطنا في عيلة الجرحي، لازم نلاقي الحل. تعالي يا سارة. ايوه يا جدي. هي هربت من ميتة من حوالي ربع ساعة، هيكون ليك العقاب عشان سمحتي ليها ان هي تهرب. وانا مالي يا جدي. فارس اخوها خد الرجالة وراحوا يدوروا عليها. عند ليلى كانت وصلت لمكان شبه مقطوع ومفوش اي حد. ليلى بتهمس لنفسها وبتحاول تاخد نفس. الحمد لله الحمد لله نجحت، نطلع من القصر الكبير اللي ملوش لازمة ده. فجأة بتسمع صوت ورا التل اللي كانت واقفة وراه. واه، الصوت ده جاي منين؟ ده فارس، فارس اخوي. هي فين؟ لازم تلاقوها دلوقتي. يا لهوي فارس، اعمل ايه؟ لازم اهرب. طلعت تجري على الشارع ووصلت للطريق، لمحت نور عربية ضخمة، وقفت قدامها وقامت نايمة في الأرض. دي الفرصة الوحيدة عشان أهرب من الجحيم اللي أنا فيه. رفعت إيديها بمحاولة بائسة عشان توقف العربية. العربية فعلا وقفت. في اللحظة دي فارس أخوها شافها. أهي يلا ما تسيبهاش. هي وقفت وقالت للراجل اللي نزل اللي كان شكله ضخم ووسيم في نفس الوقت. أرجوك الحقني الحقني، ركبني معاك. انتي مين وعاوزة ايه؟ بقول لك الحقني ركبني معاك، الناس دول عايزين ياخدوني. اما ركبها بسرعة والعربية اتحركت، ووصل فارس وشاف ليلى وهي بتركب العربية. لعل ابو، والله ما هسيبك، وساعتها ما حدش هيرحمك مني. انطلقت العربية بسرعة في الصحراء. في العربية رعد. انتي مين وايه حكايتك بالظبط؟ اني ليلى. انا مالي اذا كنت ليلى ولا مش ليلى، مين اللي كانوا بيجروا وراكي دول وعاوزين منك ايه؟ ده اخوي. ايه اخوي؟ وبتهربي من اخوك ليه يعني؟ لازم ارجعك دلوقتي حالا ليه. ابو سيادتك ارجوك اسمعني، انا لو رجعت هيقتلوني. طب انطقي دلوقتي، انت هربتي ليه؟ هربت، كان لازم اهرب، عاوزين يجوزوني واحد عشان يخلصوا مني وعشان الطار القديم يقف. طب لو عرفت بقى ان انت بتكدبي عليا هتسببي لنفسك مشكلة اكبر بكتير. لا ابدا مش بكدب عليك، صدقني
ده كانوا عاوزين يجوزوني لواحد مالوش لا ذمة ولا ضمير غير الطار اللي أنا كنت هقع فيه لوحده. كان هينتقموا مني. طب متخيل إن الطار هيقف، لكن الواحدة اللي جت في نواحيهم بقى اللي كانت من الخصم، هفضل خصم حتى لو إيه، لو الدنيا كلها اصطفت هيبصولي كأني خصم برضه. أنا ما يهمنيش كل اللي انتي بتقوليه، المهم دلوقتي انتي دخلتيني في مشكلة أنا ماليش دعوة بيها. أخوكي شافني وأنا بخطفك، أقصد يعني وانتي بتركبي معايا وهو فكر إن أنا خطفتك ولا إيه بالظبط. دخلتيني مشكلة كبيرة. انتي لازم تيجي معايا دلوقتي في مكان بعيد أشوف آخرتها إيه معاكي وإيه حكايتك بالظبط. ها؟ أجي معاك؟ لا يا حبيبي، وقف هنا، وقف هنا أو رجعني. رعد بيوقف العربية فجأة في مكان ضلمة. تمام، يلا اتفضلي. هتفضل فين؟ الدنيا ضلمة قوي، مش هينفع انزل من العربية. يبقى تخرسي، مفيش رجوع دلوقتي، انت دلوقتي في حمايتي. ولما قرر بقى ان انا ارجعك هرجعك، لو انا ما صدقتكيش وسألت ولقيت كل الكلام ده كذب. ولو انت متخيلة انت لو رجعتي هيسامحوكي بعد الهروب تبقى غلطانة قوي. ده انت ساعتها هيقطعوا منك، ده انتوا صعايدة يا بنتي. ليلى بتبصله، حست ان مفيش اي مفر. خلاص انا هاجي معاك، بس هروح فين؟ وهديني مكان لوحدي. وامشي يا ابن الحلال، وانا مش هجيب سيرتك ولا حد هيعرفك صدقني. وبعدين لو انت خايف منيهم كده انا هدفع لك تعويض كبير، انا معايا فلوس، بس هرجوك ما تودينيش ليهم تاني. منصور بيضحك ضحكة قصيرة وبيبص لها بكل سخرية. تعويض ايه؟ انت لسه صغيرة قوي، ما تعرفيش الناس. وبعدين انا ما بخافش من حد، انا رعد السعداوي، ما حدش هيقدر يهددني. كل اللي يخصني بس ان مفيش اي مشاكل تحصل لي في الوقت الحالي، وبالتحديد في الوقت ده. طلع يجري بالعربية. ليلى حست ان هي في خطر، والخطر بيزيد مش بيقل. وصلوا بعد نص ساعة لمكان غريب، كان بيت كبير مبني من حجر لونه أبيض كده ومحاصر بصوت وكأنه حصن في قلب صحراء، حراس كتير حواليه. ايه المكان ده وايه الناس ده؟ ده بيتي وانتي ضفتي النهارده. بيتك؟ لا يا حبيبي، قلت لك قبل كده هديني في اي داهيه ولا انيش تجيبني هنا. مش هينفع انزل ولا هقعد معاك، مش بيتي لوحدي. اسمعي كويس قوي يا ليلى، لو فكرتي تفتحي بقك ولا تقولي اي حاجه انتي هتعرضي نفسك للخطر وهتعرضيني انا كمان. حاجه الوحيده بس اللي هتخليكي في امان انك تتصرفي كانك مراتي. واه، مراتك؟ لا، ده انت اتجنيت، هو في ايه يا ولاد؟ زلي. في الوقت ده خرجت ست كبيرة باين عليها الوقار والحنية في نفس الوقت. الحمد لله على سلامتك يا ابني، ايه اللي حصل في العربية بتاعتك؟ ايه مالك يا رعد؟ مليان تراب وكأنك كنت بتلعب زي العيال الصغيرة. خلاص بقى يا حاجة، تعالي هقولك مفاجأة. دي ليلى مراتي، وحصل لنا في الطريق كده حادثة بسيطة بس الحمد لله عدت على خير. ليلى هتفضل هنا. ليلى كانت هتتكلم بس رعد برق لها، سكتت على طول وما عرفتش تتكلم. كانت داخلة وهي متوترة جدا ومتلخبطة. الست الكبيرة اللي هي مامته كانت فرحانة. ألف نهار أبيض يا حبيبي، أخيرا سمعتي كلامي. أهلا وسهلا يا بنتي، البيت بيتك طبعا. إيه حكايتكم بقى يا ولاد؟ متجوزين بقالكوا قد إيه؟ ده أنا ياما اتحايلت على رعد إن هو يتجوز ويفرحني. شايفة اهو، أنا ست كبيرة ومش عايش له طول العمر. ربنا يديك الصحة يا عمتي. رعد ابتسم. ما انتي عارفة بقى يا أمي ظروف الشغل، بس الحمد لله يا ربنا يسهل لي بعروسة حلوة وزي القمر زي ما انتي شايفة. ليلى ساعتها كانت هتسرق من الكلام ده. معلش بقى يا أمي، أنا هاخد ليلى ونطلع فوق، أصل احنا تعبانين جدا من السفر. ماشي يا ابني، اتفضلوا. دخلوا الأوضة. ليلى بتتكلم بصوت واطي. انت ازاي بتقول ان انا مرتك؟ دي اهانة ليا، لازم ترجعني دلوقتي. رعد قلع الجاكيت ورماه على الكنبة. اهدي يا ليلى، بلاش الصوت العالي دلوقتي، اكيد اهلك دلوقتي بيدوروا عليكي، ولما يلاقوك هنا اكيد برضو مش هيسيبوكي. مفيش غير حل واحد بس، لو انت عملتيه مش هترجعي ليهم تاني ابدا. ارجوك قولي الحل ده. الحل ده اننا نتجوزك، نتجوز فعلا.
وبكده هنخلص انا وانتي من المشاكل اللي احنا اتحطينا فيها. انتي عشان خاطر مش عايزة تتجوزي جواز الطار بتاعك ده، وانتي حاططيني في مشكلة كبيرة جدا، وانا عندي شغل الفترة دي، مش عاوز اي حد يتكلم عليا ولا ربع كلمة. رعد فجأة بيبعد عنها وبيشاور على طرف الأوضة في سرير صغير. أنا هنام هنا، انتي محتاجة تنام كويس، ولو احتجتي أي حاجة ابقي تعالي وصحيني. ليلى سكتت مش عارفة ترد، حاسة إن هي بدأت تضعف قدام الرجل الغريب اللي قلب حياتها رأسا على عقب. عايزة تكرهه عشان الجواز بتاع الطار ده اللي هي أصلا مش متقبلاه، وكلامه الغريب بيشدها ليه أكتر بطريقة مخيفة. بعد أسبوع من جواز ليلى ورعد عايشين حياة متوترة جدا. هي بتهرب منه وهو بيتعمد يجرحها بالكلام والحركات اللي هي مش مبررة أبدا بالنسبة لها. في المطبخ ليلى بتحاول تعمل قهوة، دخلت نورهان بصوت مليان حقد وغل. أنا كنت فاكرة إنك هتزهقي وهتمشي على طول بعد يوم ولا اتنين. ابن عمي كان عايش حياة المصرويين، بس انت لما جيتي حتى كلامه اتغير ورجع يتكلم من صعيدي من تاني. شكلك متمسكة بيه. ليلى بتلف بوشها بهدوء. أيوة متمسكة بيه، أيوة. أنا أحب لقب مرات رعد، مالك انت ومالي. وانت عارفة كمان إن جوازي أنا ورعد كان جواز صدفة مش أكتر من كده. صدفة وليها سببها، ويمكن تكون أجمل صدفة في حياتي. ما تحاوليش تقلب الموضوع لحرب. نورهان بتضحك بضحكة سخرية. حرب؟ لا مش حرب ولا حاجة، دي لعبة القط والفار. عارفة اللعبة دي؟ رعد بيلعب بيكي عشان يغيظني أنا ويثبت لنفسه إنه هو قوي، لكن في الحقيقة هو بيحبني أنا وما بيحبش غيري. لازم تبقى عارفة إن انتي مش مرته أصلا، انتي سيف بيحطه على رقبة أبوكي. ليلى بتسيب اللي في إيديها وبتقرب من نورهان. أنا عارفة إننا صفقة، بس الصفقة دي خلتني مرته، وانتي لسه بنت عمه ولسه بتحلمي بنظرة بس منه، لكن هو في الحقيقة مش معبرك ولا بيحاول يغيظك بيا ولا أي حاجة. بتبصي ليه؟ بصت ليها بتحدي. أنا مرته وانتي ولا حاجة. نورهان بغضب. هتندمي على اليوم اللي انتي جيتي فيه هنا. أنا عارفة ومتوكدة إن رعد ما بيحبش الستات اللي زيك. ماشي يا ست ليلى، وانا هعرف ازاي اخليكي تتنازلي على الجوازة دي وتطلعي زي ما دخلت غريبة بعنف. انا مش خايفة منك ولا خايفة من رعد ولا خايفة من اي حد. كل اللي بفكر فيه ان انا مش عاوز ارجع لعيلتي تاني. مش هرجع لعيلتي تاني في اللحظة دي. بيدخل رعد، سمع اخر حوار. رعد: هو ايه اللي حاصل هنا؟ صوتك عالي كده ليه؟ نورهان بتتصنع البراءة وبتقرب من رعد. شوف يا ابن عمي يرضيك كده، ليلى بتقولي حاجات غريبة. رعد بيقرب منها وعينيه مليانة بالنار. بتقولك ايه يعني؟ انت ازاي تتصرفي معاها كده؟ ازاي تتكلمي معاها بالطريقة دي؟ انا سامع الحوار اللي بناتكم. انت لازم تعرفي ان البيت ليه حرمة، وهنا هي ست الدار. لو صوتك عالي عليها تاني صدقيني ما تعرفيش انا هتصرف معاك ازاي. هي مرتي. بيشد نورهان برا المطبخ. رعد بيقف قصاد ليلى ويحط ايديه على كتفها. الكلام اللي انا قلته لازم تاخديه في الاعتبار يا ست نورهان، دي هي هنا ست الدار، ما تجيش غير لما تستأذني منها الاول. ليلى قلبها بيدق بسرعة من قوة التعاون مع نورهان، بس بتحاول تحافظ على كبريائها ومتبينش ابدا غيرتها من اللي اسمها نورهان. نورهان كانت واقفة ومستحلفة ليلى وقالت مستحيل هسيبك. أيوة مش هسيبك، بقى رعد بيعمل كل ده علشانك انتي؟ طيب ماشي، أنا وانتي والزمن طويل يا اللي اسمك نورهان. بعد شهر من جواز ليلى ورعد، في ليلة والد ليلى كان قاعد في بيته مهموم ومتعصب ومش عارف ينام. إن هو ازاي سلم بنته لرعد. قرر يعمل آخر محاولة عشان خاطر يرجع بنته تاني. في اليوم التاني وصل والد ليلى لبيت رعد، بس المرة دي لوحده، كان شكله مكسور. محمود بيطلب إن هو يقابل رعد ويقعد قصاده في الصالون ويبدأ يتكلم معاه. بدأ كلامه بهدوء. أنا جاي المرة دي يا رعد مش جاي طالب بالطار، جاي طالب بالرحمة، بالرحمة لبنتي.
بنتي ملهاش ذنب في كل اللي بيحصل. أنا كنت غلطان يا رعد. رعد رد: رحمة، الرحمة بتيجي من عند ربنا. مالك يا عم محمود؟ انت عايز الرحمة دلوقتي بعد ما سلمت بنتك عشان خاطر الطار؟ لا، والغريبة ان دي مش أول مرة. كنت عايز تخلص منها في الطار اللي فات، مش كده ولا ايه؟ في عيلة الجرحي. أنا فعلا غلطان وندمان على اللي أنا عملته، بس أنا عرفت إنك هتتجوز بنتي عشان خاطر تحميها من أي طار جديد، بس أنا وافقت. أنا دلوقتي يا ابني هتنزل لك على كل حاجة. تتنازل؟ أيوة، هديك الفلوس اللي انت كنت عاوزها، تمن حرية بنتي، فلوس العربية اللي باظت، وفلوس التعب اللي انت تعبته معاها. المبلغ كبير، خده وشيله، وهشيل عنك الحمل، بس بشرط ان انت تطلق بنتي. سيبها في حالها يا رعد، ومحدش هيجي جنبيها، سواء احنا ولا انتو. محمود بيحط شيك على الترابيزة. رعد بيمسك الشيك وبيبص ليه بإهمال وبيرميه مرة تانية على الترابيزة، وبينظر ليه نظرة الاحتقار. انت فاكرني ببيع وبشتري ولا ايه؟ ليلى مش للبيع ولا بفلوس الدنيا كلها. محمود بحزن: مش انت اللي قلت كده يا ولدي، ان دي صفقة، وان انت عاوز تصلح العربية بتاعتك وتعب الوقت اللي انت ضيعته معاها؟ انا بديك الفلوس دي وفلوس كتير كمان، ليه بترفضها؟ طلق بنتي، خليها تعيش حرة، ما تخافش، بنتك عايشة كويسة جدا وكله تمام. دلوقتي هي بالنسبة لي أكبر من صفقة، هي مرتي، وعمري في حياتي أبدا ما هبيعها، ومحدش هيقدر ياخدها مني لو حتى اداني فلوس الدنيا كلها. والشيك ده مالوش لازمة بالنسبة لي. مسك الشيك وقطعه ورماه في الأرض. يا ولدي، ليه بس كده؟ أنا تعبت، أنا بموت من القهر عليها. رجع لي بنتي، هبوس يدك. ليلى دلوقتي في الأمان يا عم محمود، لا حد بيضربها ولا حد بيهنها، هي مرتي، ولو حاولت تقرب منها تاني أو حاولت إن أنت تاخدها مني، وقتها هتشوف مني اللي عمرك ما شفته. محمود بينهار على الكرسي اللي كان بيحاول يضحي بكرامته وماله عشان خاطر بنته. ده معناه إن رعد بدأ يتمسك بليلى أكتر وأكتر. في نهاية الليلة، ليلى دخلت الأوضة، أوضة رعد اللي كان قاعد فيها ماسك اللاب ومش بيبصلها. ليلى بحزن: انت ليه عملت كده؟ ليه رفضت الفلوس؟ ليه رفضت تسيبني؟ رعد كان قاعد وماسك اللابتوب وما بيردش عليها. ليلى بتقرب منه وبتشد اللابتوب من قدامه: رد عليا، انت ليه بتعذبني؟ ابوي كان تعبان وهيموت علشاني، ليه عملت كده؟ هو بيضحي بفلوسي دلوقتي عشان اكون حرة، ليه رفضت؟ انا عايزة ارجع تاني لابوي. رعد بيقف فجأة وبيمسك دراعها: علشان خلاص انت فعلا مبقيتيش حرة، انت بقيتي مرتي، يعني ملكي انا وبس. ملكك ازاي؟ هو انت بتلعب لعبة السيد والعبد؟ ارجوك سيبني، طلقني، خليني اروح لابوي. رعد بيسيبها وبيمشي وما بيردش عليها. تاني يوم الشمس كانت لسه بتشرق وإشاعة الدهب بتدخل زجاج الأوضة بتاعة ليلى ورعد. كان رعد نايم بتبص للملامح بتاعته الهادية عكس القوة والحدة اللي هو بيظهر بيها. شكله زي الطفل بس الهيبة هيبة رجالة. ليلى في سرها: أنا بكره فكرة الجواز اللي آخرته صفقة. أيوة، أنا صفقة مش جوازة. أنا حاسة إن هو بيتجوزني كده وخلاص. لو حسيت في يوم من الأيام إن هو بيحبني بجد هكمل معاه، لكن كده لا، مش دلوقتي خالص هقدر أآمن لأي حد. بعد شوية ليلى ورعد كانوا قاعدين بيفطروا في الصالة. نورهان كانت قاعدة معاهم وشايفة كل التفاصيل. ليلى كانت لابسة هدوم جديدة وشكلها مختلف وكأنها هادية واثقة من نفسها. نورهان بتتكلم بدلع وبتبص لرعد: يا رعد، احنا كنا محتاجين ننزل المدينة النهاردة، محتاجين كام حاجة كده، ممكن توصلني؟ رعد وهو بيشرب القهوة ما بيردش عليها ولا حتى بيبص لها. بعد شوية بيبص لليلى: ايه يا ليلى يا حبيبتي، تحبي تنزلي المدينة النهاردة معايا؟ في حاجات محتاجاها تشتريها؟ ليلى بتبتسم ابتسامة خفيفة وحست بالفرحة والانتصار على نورهان. أكيد يا رعد، محتاجة أشتري شوية حاجات للأوضة، يعني
أغير شوية حاجات. منصور بيبص لها بصة إعجاب وحب. أوامرك تتنفذ يا ليلى، كل طلباتك هتيجي لحد عنديكي كمان، ولو حابة تنزلي معايا تعالي وأنا هفضل معاكي طول النهار. بيبص لنورهان اللي وشها اتخطف. نورهان، بيكلمي الحارس يوصلك، أنا مشغول مع المدام، مش فاضي الكلام الفارغ بتاعك ده. نورهان ساعتها بتطلع عينيها شرار. ها، طيب تمام، بس أنا عاوزة أفهم ليه الحركات اللي انتوا عمالين تعملوها قدامي دي؟ انتوا بتحاولوا تغزوني، انت اللي طلبت منه كده يا ليلى، يقعد يحب فيكي قدامي مش كده؟ ليلى بتحاول تعمل نفسها بريئة. ليه يا نورهان؟ أنا مطلبتش حاجة، أنا بس بطلب حاجات. أيوة، مش أنا المدام بتاعته؟ رعد بص لها. نورهان، عيب الكلام اللي انت بتقوليه ما يتكررش تاني. لو فضلت بطريقتك دي هتمشي من البيت، وانت عارفة اني مش بهدد، عمري في حياتي ما بهدد على الفاضي. انا حياتي وانا حر فيها انا ومرتي، مش كل شوية تتدخلي فيها كده. نورهان بتقوم بسرعة وعينيها مليانة بالحقد الليلة، وبتخرج من الصالة بغضب. رعت بصوت واطي بعد ما طلعت. ايه الحركات الحلوة دي؟ كنت بتغزيها؟ ليلى بتتكسف. ايوه كنت بغزها، لازم تعرف حدودها كويس، ولازم تعرف كمان ان انا بقيت صاحبة البيت، مش هسمح لها تعمل فيا كده تاني ولا تعمل فيها الكبيرة. رعد ساعتها بيمسكها ويشدها لحضنه ويطبطب عليها. عجبني التحدي دي، ايوه خليكي كده على طول، طول ما انت قوية مفيش قوة هتقدر علينا. ليلى ساعتها بتحس بالأمان. طب يلا عشان ما نتأخرش. مر شهر تاني والعلاقة ما بين ليلى ومنصور بقت أعمق بكتير. رغم إنها لسه بتعاند معاه، بس حبه ليها بدأ إن هو يظهر في اهتمامه وخوفه عليها. ورعد بقى شخص تاني خالص، حنين قوي معاها. في يوم رعد كان مسافر لمدة يومين عشان خاطر شغل. نورهان شافت إن دي الفرصة الأخيرة. نورهان وهي بتدخل لليلى أوضتها معاها كوباية العصير. ممكن أتكلم معاكي شوية؟ اتفضلي. مبدئيا أنا آسفة على كل اللي حصل مني، بس أنا مستغربة بجد اللي يخليكي تتجوزي رعد. كانت مفاجأة، أنا خايفة عليكي. رعد معروف إن هو بتاع صفقات، وانتي هتكوني سعيدة في البداية. ليلى بتبصلها باستغراب. نورهان، احنا مش أصحاب عشان تخافي عليا، ولو كنت عايزة مصلحتي بجد كنت سكتي وسبتيني أعيش في سلام، مش بالطريقة بتاعتك دي. نورهان بتتصنع الحزن. سامحيني يا خيتي، الغيرة هي اللي خلتني أقول الكلام الغبي اللي أنا كنت بقوله، بس دلوقتي أنا ندمانة بجد، وإحنا دلوقتي بقينا عيلة واحدة. اشرب العصير ده، عصير مانجا أنا عملتهولك مخصوص عشانك. ليلى بتتردد، بس مش عاوزة تظهرلها عشان خاطر ما تعملش معاها مشاكل. ماشي ماشي يا نورهان. ليلى بتشرب العصير، وبعد حوالي تقريبا نص ساعة حست بدوخة. شدتها نورهان وطلعت الموبايل اللي كانت مخبيه في جيبها، وبدأت تصور ليلى صور مش تمام. نورهان بضحك شريرة. دلوقتي خلاص مستقبلك راح مع رعد لما يرجع هيلاقيكي واحدة مش تمام، مش هيقدر يتكلم ولا كلمة بعدها. ليلى كانت حاسة بكل اللي هي بتعمله وعينيها مفتحة، لكن مش قادرة تتكلم. جسمها تقيل جدا. بتشوف نورهان وهي بتحاول تقرب منها وتعمل حركات غريبة، لكن ما قدرتش ان هي تفهم ايه اللي بتعمله ده من كتر المخدر ما مأثر فيها. نورهان بضحك. حلو قوي الصور اللي انا عملتها لك دي، انا هوري غبائك، هتطلع من البيت ده مكسورة ومعاك فضيحة كمان، ومحدش هيقدر يداريها. فجأة الباب بيتفتح بعنف. رعد وقف قدامها. ايه اللي انتي بتعملي ايه يا نورهان؟ وبتعملي ايه في مرتي؟ ابدا، دي وقعت وانا كنت بحاول اساعدها. بتحاولي تساعديها؟ ايوه كنت بحاول اساعدها. طب اطلعي برا وحسابك معايا بعدين، بعد ما تفوق واشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. منصور بيجري على ليلى اللي كانت فاقدة تقريبا الوعي، بيحاول يفوقها لكن هي فاقدة الوعي. خدها للدكتور بسرعة واكتشف ان هي واخدة جرعة بسيطة من المنوم عشان تبان ان هي نايمة وفي نفس الوقت عينيها مفتحة. ليلى فاقت بعد ساعة تقريبا، كانت في اوضتها ورعد كان جنبها ماسك ايديها وقلقان جدا عليها. رعد بصوت هادي. انتي كويسة دلوقتي؟ فيكي حاجة؟ حاسة بأي حاجة غريبة؟ في حاجة تعباكي؟ أنا آسف يا ليلى، عمري ما هسيبك دقيقة واحدة.
ليلى بتحاول تجمع. أيوة، العصير بتاع نورهان. هي كانت بتعمل حاجات كده غريبة وأنا مش فاهماها، عمالة بتصورني. خلاص يا حبيبتي، أنا اتصرفت معاها وهي دلوك برا البيت، محدش هيقدر يلمسك تاني طول ما أنا هنا أو مش هنا حتى. انتي مرتي. ليلى بتبص الرعد وحست بالحب الحقيقي وخوف عليها، مش محتاجة أكتر من كده. انت ليه رجعت بالسرعة دي؟ رعد بصوت واطي. رجعت، كنت حاسة أنا مش مطمن، في حاجة مش مرتاحة ليها. خلاص يا ليلى، لأول مرة كنت خلاص بقيت انتي حاجة بالنسبة لي مهمة، ما أقدرش أعيش من غيرك ولا أقدر أعيش من غير جنانك. ليلى دموعها نزلت من غير ما تحس، عشان حاسة بالخوف والفرحة في نفس الوقت. يعني أنا مش صفقة وانت بقيت بتحبني؟ منصور بيمسح دموعها بحنية. أبدا يا حبيبتي، انتي عمرك في حياتك ما هكوني صفقة. انتي الحرب اللي أنا كسبتها عشان تكوني بتاعتي وبس، الحرب اللي مش عاوز أخلص منها أبدا، عاوزها تفضل معايا، مرتي. أنا بحبك يا ليلى وما أقدرش أعيش دقيقة واحدة من غيرك. وأنا موافقاك على كل اللي انت بتقولي ده، بس بشرط واحد، إن انت تجيب أبوي هنا وتفهمه إن جوازنا مبقاش صفقة. وده يا بنت الناس اللي هعمله، هجيب أبوك الليلة وأحكي معاه. رعد نفذ الكلام اللي هي بتقوله. قبل ما يجمع العيلتين قرر إن هو يقابل والد ليلى الأول. والد ليلى وصل، كان باين عليه إن صحته رجعت شوية أحسن، بس لسه الحزن مالي وشه. أهلا بيك يا عمي. أنا يمكن كان جوازي من ليلى كان جواز كده بسرعة ومن غير ترتيب، وعشان كده أنا جاي أطلب إيد ليلى تاني للمرة التانية، بس المرة دي حب وعشق بشكل مختلف يا عمي. أنا قلت لك قبل كده يا رعد، اسمعني يا ابني، أنا بنتي ما ينفعش إن هي تتباع بالطريقة دي. خد كل حاجة، خد كل حاجة وكرامتي كمان، ورجع لي بنتي. لا يا عمي، أنا ما جيتش عشان أهينك ولا جبتك النهي عشان تتهان، وكل اللي انت عايزه يا عمي هعملهولك. الشيكات اللي عندي هتتقطع حالا، والديون اللي بناتنا، والحرب اللي كانت قايمة ومش بتنتهي من سنين ما بينك وما بين أبوي وعمي وخالي ومن عندك انت كمان، كل ده هينتهي بمجرد ان انت توافق على جوازنا. ليلى بقت مرتي وانا مش عاوز اي حاجة من الدنيا غيرها وبس. الرجال دي كل الديون اللي كانت على عائلتك كل عيلتي انا سددتها وتنزلت على حقي، كل ده عشان ما يحصلش مشاكل تاني. انا بحب بنتك يا عمي وبحبك انت كمان، ومستعد اعمل اي حاجة عشان خاطرك. والد ليلى بيشوف الاوراق مش مصدق نفسه، عمل كل ده عشان خاطر بيحب بنته. الاب بدموع بتنزل بيمسك ايد رعد. انت ايه يا ولدي؟ انت مش مجرد راجل قوي، انت طلعت انسان بجد. سامحتك وربنا يبارك لكم في الجوازة بتاعتكم. في اللحظة دي ليلى بتدخل وبتجري على ابوها وتحضنه بعد كم ما قطعها، ورجعت تاني لحضنه. انا بحبك يا بوي، بحبك قوي، وعاوز اقولك ان رعد حماني وما خلانيش مكسورة. محمود بيحضنها بقوة. سامحيني يا بنتي، سامحيني وربنا يحفظك يا بنتي، طول ما انتي هنا انا مطمن عليكي، مسامحاك يا بوي. خلاص يا رعد يا ابني، انا غفرت لك كل اللي فات وكل اللي جاي كمان، طول ما انا شايف بنتي سعيدة كده انا كمان مبسوط. خد مرتك وطبطب عليها واحضنها وخاف عليها من الضي. انا عارف يا عمي، ومستحيل اي حد يقدر يأذيها طول ما انا عايش، واللي اسمها نورهان دي خدت جزائها خلاص. عملتي فيها ايه؟ خلاص بقى، هي مشت برا البلد خالص، مش هتشوفيها تاني حتى في الشارع. ضحكت ليلى بسعادة، والحياة ابتدأت من اللحظة دي، حياة مليانة بالقوة والتحدي، وأهم حاجة الحب اللي ما بينهم هما الاتنين. وبكده تكون انتهت الحلقة بتاعتنا، يا رب تكون عجبكم. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تنزلوا تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما ننزل قصة جديدة توصل لكم على طول. يلا سلام يا أحلى متابعين.